الراجل خبط على زرار موجود على الدركسيون، ليزر قوي ضرب من قدام العربية وقطع نص عربية الشرطة اللي كانت ماشية جنبه. الضابط اللي كان سايق شم ريحة حاجة بتتحرق وضغط فرامل بسرعة، بس قبل ما يلحق يعمل حاجة العربية كانت اتشطبت نصين. الراجل طار بالعربية وسط الزحمة، لكن بعد شوية لقى عربية نقل ضخمة قفلت الطريق قدامه. ضغط على زرار تاني، صاروخين طلعوا من تحت كبوت العربية. الليزر لقط نص العربية الضخمة، وبعدها بثواني العربية اتدمرت. عدى من وسط الحطام المولع، لكنه اتفاجئ بدبابة مصفحة واقفة قدامه بتسد الطريق. من غير تفكير لف الدركسيون بسرعة ناحية طريق جبلي علشان يلف حوالين الدبابة كانت بتتبعه وقعدت تضرب أزائف يمين وشمال، بس ولا واحدة جت فيه. كان أسرع منها بكتير. بعقل رايق وتركيز عالي دخل على كوخ صغير فوق الجبل واستخدمه كستار علشان يهرب من الرصاص اللي نازل عليه زي المطر. بس فجأة قذيفة ضربت الكاوتش بتاعه واتدمر. العربية بدأت تزحف يمين وشمال بشكل خطر. الشرطة كانت وراه على طول وكانوا فاكرين إنهم خلاص هيحبسوه، بس بدل ما يهرب لف بالعربية في نفس مكانه. والكوتشات كانت دلوقتي حديد بس من غير كاوتش. ولما الشرطة قربت اكتشفوا فجأة إنهم دخلوا فخ كان محضره من زمان. بضغطة بسيطة فعل نظام مضاد للانزلاق. طلعت شوك حديد من العجل غرست في الأرض، وثبتت العربية مكانها جاهزة لآخر خطوة في هروبه.